شعبان. مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. تعالى. شاي ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي تعالى. فيها 4 ايام خاص، المية تروح كده. ولا يهمك. تعالى بس. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني. قلت ايه؟ ورحمة الغطريفي ماني فاهم حاجة. أنا عايزك تقول لي الكلام من الأول عشان أنا فهمي تقيل شوية. هتقف قدام الموثق، هيقول لك انت فريد، تقول له اه، والباقي علينا احنا. أقول له والباقي عليكم أنتم؟ كل حاجه معمول حسابها. بمنتهى الدقة. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات، وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما الفلوس الغطرفي بيه اللي كسبها بعرق جبين وتروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ أنا مالي إزاي؟ مش أنا اللي هستلمها؟ مش أنا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. أيوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه. لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. مش كده؟ لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000 ولا اقول لك 4. لا يا شيخ. 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخوانا، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمه فليقتسم. لا يفتح الله. يلا ورينا عرض كتافك. فدتكم بعافيه. السلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه، خليه يغور في 60 داهيه. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيره. النص. طب خليهم 50. النص. لا غرفة 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. كل حاجة تمام التمام. شعبان اتمحم الوجود. غيرنا جميع الأوراق، شهادة الميلاد، الفيش والتشبيه، حتى الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدالها صورك انت، بحيث بقت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد. بس كله لهف. لكم في عونك. المهم يعني كل حاجه اتثبتت. يا حبيبي انا قلت لك قبل كده، الانسان قدام الحكومة مجموعة اوراق وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي.
فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى يلا. يلا على رايك. انت خايف ليه؟ جمد قلبك. كل اللي عليك لما القاضي هيقول لك انت فلان تقول له اه. الحكايه فيها قاضي؟ لا يا عم، احنا ما اتفقناش على كده. ما هو لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيه على التركه. فريد الغطريفي. السلام عليكم. تعالى هنا، انت رايح فين؟ لا يا عم، يا روح ما بعدك روح. انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما هو يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ونتلي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير، احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. شجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد الثاني؟ الف مبروك، الاعلام الشرعي اهو. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزه، الشاري جاهز، ومعادنا معاه بكره. خيرة الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قطعت على الاوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه فريد بيه نعم. ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيرة الله. السلام عليكم. سلام. ناقصين 30 جنيه. عد فلوسك كويس. انا عديتهم 3 مرات، ال3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكت عن عني وعن عافيتي، اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش، تحطوه في عينيكم وتدغمسهم. لكوا نقطه. سلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يبدا. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكايه الوكيل. فريد بيه، بلد صغيرة زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الأموال دي كلها مش هيستغربوا. ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطيبتي؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم، الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر، القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة. أنا بيتي موجود وتحت أمرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. أنا اللي بس انتوا هتتخانقوا. شوف، انا اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش، مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيرة لحد. ايه انت فاكرني عبيط؟ عنك. وانت فاكرني عبيط ولا فاكرني عبيط؟ ولا فاكرني عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان
ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام، وقال لي الراجل ده ما ينفعش يثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك. قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني هرستق حالي واروق الاناني واجات لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى. مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مالكيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان. زين. انا عايز منك طلب. ايه عايز؟ قرشين سلف؟ قرشين انت اخر. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه، وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكري لي. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيلكس، عارف انت التيلكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال.